هذه الرقاب سنعلم كيف تقطع وتزل. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نرقع إلا لله. محمد علمنا أنه رسول الله. رسول الله. أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل مشى فوق الماء؟ هل وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى وأشفى المرضى؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات حتى يعلم الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن، كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله، فهل يرى لهم ملك الملوك حجة بعدما سمع؟ ولكني أعلم أن الله أرسل من عليائه على الحواريين بألسنة نار ليتسنوا لهم بالتحدث باللغات العديدة والتي لم يكن يعلمونها من قبل. ولكني أسأل، هل تقع معجزة في زماننا هذا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة، جئناك لاجئين من هول ما عليناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايته. أرأيت أيها الملك؟ حادثوه كسراب يحسبه الظمآن ماء. لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا ديننا بالكف عن المحارم والكف عن سفك الدماء والكف عن قصف المحصنات. وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن ونحن نطعمهن ونكسهن ليخدمننا أو لنبيعهن إذا أبين الطاعة؟ أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وسهرت عليك وأرضعتك طفلا حتى بلغت أشدك يا عم؟ لماذا فرست آلهتك العديدة يا عم؟ هل أفحمهم ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب زكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في بلاد الجليل. الحق أقول لكم بأن ما جاء به المسيح وجاء به محمد يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيه. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول ما جاء به محمد وجاء به القرآن، وكلمته من الله وروح منه وألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم. فهل تأذن أن أتلوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بيننا وبينكم سوى هذا. يعني والله لا أسلم إليكم هؤلاء ولو بجدل من ذهب. انطلق يا جعفر وعيش في أرضي بسلام حتى يأذن إليكم الرب بالعودة.